معانا ومعاكم الإعلامية لمياء فهمي عبد الحميد. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك. النهارده في عيد ميلاد جريدة نسمات، تقولي إيه للدكتورة شاهي علي؟ هقول لهم كل سنه وانتم طيبين. بجد بجد بشكركم جدا جدا على دعوتكم ليا. انا بحب اسكندريه قوي قوي وبحب اهل اسكندريه قوي، واول ما كلمتني مدام هند ومدام شاهي طبعا ما اقدرش اتاخر عنهم ابدا، ويا رب مزيد من التوفيق والنجاح دايما. تقولي لها إيه برضو النهارده دكتورة نانسي؟ اقول لها مبروك، ويعني دايما يا رب في نجاح. وانا مبسوطه جدا ان انا موجوده النهارده مع صحبه بصراحه من الناس المحترمين كلهم. ده شرف كبير ليا اكيد. دور الصحافة والإعلام ليه تأثير كتير جدا على المجتمع، رأي حضرتك إيه؟ اكيد طبعا، ما احنا الاعلام واحنا قاعدين على طول فاتحين سواء الشاشات التلفزيون او السوشيال ميديا، فاكيد طبعا الصحافه والاعلام ليه تاثير قوي طبعا. الكلمة الصادقة والكلمة الهادفة طبعا هي دي ليها الأثر والمدلول عند أي مواطن، لكن إحنا بنشوف النهارده على السوشيال ميديا أكاذيب وافتراءات كتيرة جدا تكاد تحاك بالوطن. حضرتك رأيك إيه في الموضوع؟ والله رأيي ان احنا ما نصدقش اي حاجة الا لما يبقى فيه دلائل واثباتات، لانه مش كل حاجة. احنا كمان كاعلاميين احنا بنتظلم من السوشيال ميديا كتير، من بعض الحاجات وبعض الكومنتات كمان اللي بتتكتب، اللي ممكن يكون بني ادم اللي بيكتب ده ما هوش عارف ايه صحة الكلام اللي هو بيقوله، وهو بيتهم حد باشياء معينة انت ما تعرفش احواله ولا تعرف خصوصياته ولا تعرف تفاصيل حياته. فيا ريت نبطل. انا دايما اقول للناس كل حد يخليه في نفسه يا جماعه. مبادرة حياة كريمة اللي قام بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من يومين طبعا لقت ونالت إعجاب الكثير من المصريين، ونقول إن هي دي بداية طريق يعني للمرأة المصرية بالأخص. تحية لكل امرأة مصرية. النهاردة حضرتك برضه تقولي إيه لكل امرأة مصرية، وإحنا شايفين النماذج المشرفة اللي قدامنا دي والنموذج المشرف برضه اللي قدامنا ده. اقول لها انت قويه، واوعي في لحظه تقولي انا ضعيفه، واوعي في لحظه تقولي انا ماليش حد. احنا كلنا لينا ربنا سبحانه وتعالى، وده الاهم. طول ما ربنا واقف جنبنا بقى سواء راجل او ست، فاللي جنبه ربنا عمره ما بيضره اي شيء. فعمرك ما تقولي انا لا ما اقدرش اعمل، لا انا مش قويه، لا انا مفيش حد ساندني. اقفي على رجلك وتأكدي وقولي لنفسك دايما انا قوية وانا اقدر، وانا لو جوايا طموحات اقدر احققها، لو جوايا احلام اقدر احققها، وتوكلي على ربنا سبحانه وتعالى وان شاء الله ربنا بيوفق. دور الشباب في بناء المجتمع كلمينا عنه بقى شويه، ونصيحه برضو نقولها لكل الشباب للتمسك بالوحده الوطنيه عشان برضو نشوف جيل نقعد فيه الثقه والامانه والحرص على صالح الوطن. والله انا دايما بقول ان الجيل اللي طالع ان شاء الله احنا